بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه صحبه الكروشيه. نفذنا مع بعض في فيديو سابق عروسه، والحقيقه كان فاضل نكمل بقيه شعرها ونعمل لها الفستان بتاعها والشوز كمان. فانا كملت لها شعرها بالشكل ده، يعني عملت لها كده. يعني قسمته من ناحيتين كده بحيث احط لها فيونكه هنا وفيونكه هنا، وناقص نعمل ان شاء الله مع بعض الفستان والشوز بتاعها. تمام. طيب. انا ان شاء الله هنفذ الفستان دوت بخيط كده، اسمه لندن. هو خيط على مهير كده. هي الميزه فيه بس الحقيقه ان هو رفيع. يعني وانت لو عايزه تستخدمي اي خيط مختلف، يعني خيط قطن، خيط صوف، مفيش اي مشكله، بس يكون نوعا ما رفيع. وده السبب في كده عشان بس عدد الغرز يكون متناسب مع حجم العروسه. بمعنى ان انا لو اشتغلت بخيط سميك شويه، عدد الغرز ده هيقل طبعا، فبالتالي الشكل مش هيبقى متناسب مع حجم العروسه. تمام. اي خيط عندك، عايزه تستخدمي خيط قطن اوكي، عايزه تستخدمي خيط صوف رفيع، مفيش مشكله. عايزه اقول لك بقى احنا ازاي هنشتغل. انا هشتغل مع الخيط دوت ابره مقاس 2.5، وهنحتاج طبعا علامات عشان نعلم بدايه السطور، ومقص طبعا، وابره التنظيف كالمعتاد. هنبدا ان شاء الله بالفستان باذن الله. عشان اعمل الفستان هتعملي سلسله بالخيط اللي انت هتستخدميه ايا ما يكون الخيط، وهتلفيها حوالين رقبه العروسه من هنا كده، بحيث تلف حوالين رقبتها في الجزء ده كده. تمام. وبعدين هتقسمي السلاسل دي زي ما هقول لك. هقسم انا السلاسل دي ازاي. انا لما عملت السلاسل وقستها حوالين رقبه العروسه، طلعت 36 سلسله. اوكي. فانا هعمل التقسيمه، وانت ان شاء الله اي عدد يطلع معاكي تعمليه بنفس التقسيمه اللي انا هعملها دي، وتشتغلي عادي معايا. تمام. زي ما انتم شايفين اهي 36 سلسله. اوكي. مش سنتيمتر، لا، طلعوا 36 سلسله، هي دي اللي لفت حوالين رقبتها. اللي هعمله ان هقول 36 على 3، هقسم الرقم ده على 3، هيديني 12 سلسله. اوكي. معنى كده ان هيبقى فيه 12 و12 و12، 12 سلسله للصدر، و12 للظهر، و12 للكمين. اللي هعمله اني هاخد 2 سلسله من الصدر وهديهم للكمين، وكمان 2 سلسله من الظهر وهديهم للكمين. هاخد كده 2 سلسله، وهنا 2 سلسله. فالتقسيمه هتختلف، هتبقى ايه؟ هتبقى 10 10 16. 16 يعني 8 لكل كم، 8 للكم الاول و8 للكم الثاني. اوكي. فمعنى كده ان التقسيمه هتبقى بالشكل ده كده اهو. 10 10 8 8. مش هيبقى فيه هنا سلاسل هشتغل فيها، انا هعمل هنا سلسلتين وهوريك ازاي واحنا بنشتغل. اوكي. انا هبدا شغل من هنا من منتصف الظهر، لان انا هعمل الفستان مقفول، فبالتالي هبداه من النص من هنا كده. هبدا 5 سلسله، واقسم بقى 5 8 10 8 5. اوكي. وهنشوف هنشتغل ازاي باذن الله. يبقى دي التقسيمه اللي انت هتقسمي بيها عدد السلاسل بتاعتك ايا ما يكون طلع، هتقسميه على 3 وتشتغلي بنفس النظام ده. اتفقنا؟ طيب انا ان شاء الله هبدا الفستان بالجزء السكري، باللون السكري. اللي هعمله ان انا هعمل عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم هشتغل 36 سلسلة. 1 2، هشتغل 36 سلسلة. اتفقنا؟ تمام كده. 36 سلسلة. هعدل السلاسل بتاعتي كده واتأكد ان هي مظبوطة، واقفل بمنزلقة في اول سلسلة انا اشتغلتها بالشكل ده كده اهو. تمام. طيب هرتفع 3 سلسلة كأول عمود. 1 2 3. وهشتغل كده اول عمود، هشتغل 4 عمود جنبه، لان احنا قلنا التقسيمه هتبقى 5 8 10 8 5. اوكي. يبقى كده 2 3. يبقى انا دلوقتي هشتغل ايه يا جماعه؟ هشتغل 5 عواميد وبعدين سلسلتين، وبعدين 8 عواميد سلسلتين، 10 عواميد سلسلتين، 8 عواميد 2 سلسله، وبعدين 5 عمود، واقفل هنا بمنزلقه في العمود في السلسله رقم 3 من الثلاث سلاسل الاولانيين. تمام. هنقفل السطر الاول مع بعض، هنقفله في السلسله الثالثه من اول 3 سلاسل. 1 2 3 بغرزه منزلقه بالشكل ده كده. بقى السطر الاول معانا كده. شايفين هنا كنا الاول التقسيمه كانت ازاي؟ اهي 5، وبعدين عملت سلسلتين، وبعدين عملت 8 و2 سلسله، وبعدين عملت 10 عواميد، وبعدين 2 سلسله، وبعدين عملت 8، وبعدين عملت 2 سلسله، وبعدين عملت 5. اصبح هنا
كده بقوا 10 زي اللي قدام، ده الظهر وده الصدر وده الكمين بالشكل ده كده. شايفين؟ طيب السطر التاني هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود، 1 2 3. هشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للفراغ ده واقول لكم هنعمل فيه ايه. وصلت الاول فراغ، اشتغلت 3 سلاسل كأول عمود وعملت جنبهم الأربعة عمود فوق بعض. وصلت للفراغ الاولاني اللي هو مكون من 2 سلسلة. اللي هعمله هعمل ايه؟ هعمل فوق اول سلسلة عمود. اوكي، فوق اول سلسلة هشتغل عمود. تمام. وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2. وبعدين فوق السلسلة رقم 2 هعمل برضو عمود. تمام. يبقى احنا اول فراغ ده اللي هو مكون من 2 سلسلة عملنا ايه؟ فوق اول سلسلة عملنا عمود، فوق السلسلة، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين فوق السلسلة رقم 2 عملنا عمود برضو. وبعدين هشتغل عمود فوق كل عمود، ال8 عواميد دول. وهنا برضو في الفراغ ده اللي هو فيه 2 سلسلة، فوق اول سلسلة هشتغل عمود، وبعدين اعمل 2 سلسلة، وبعدين اعمل عمود فوق السلسلة رقم 2. وبرضو هنا هشتغل عواميد، وفي السلسلتين دول هعمل نفس الحكاية، وهنا نفس الحكاية. ونرجع نقفل السطر التاني سوا بإذن الله. كده خلصنا السطر التاني. السطر التالت هرتفع 3 سلسلة وهكرر نفس السطر التاني ده، بمعنى هشتغل عمود فوق كل عمود. هنا كانوا 5 عمود، دلوقتي بقوا 6. 1 2 3 4 5 6، لان انا اشتغلت عمود فوق اول سلسلة فزود عدد العواميد هنا، وبالتالي كله هيبقى نفس الحكاية كده. اللي هعمله ان انا هرتفع 3 سلسلة السطر التالت، وهشتغل عمود فوق كل عمود. تمام. هشتغل عمود فوق كل عمود لغايه برضه ما اوصل ل2 سلسله دول. هعمل نفس اللي عملته في السطر التاني، اللي هو ايه؟ هشتغل فوق السلسله الاولى عمود، وبعدين اعمل 2 سلسله، وبعدين اشتغل عمود فوق السلسله رقم 2. اوكي، في كل ركن هعمل نفس الحكايه دي. نكمل السطر التالت ونرجع نكمل ان شاء الله. كده خلصنا السطر رقم 3. اوكي، الشكل بقى بالشكل ده كده. تمام. طيب السطر الرابع هنكرر السطر التالت. نرتفع 3 سلسلة كأول عمود، ونشتغل عمود فوق كل عمود، 1 2 3. وهنشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للزاوية. هشتغل فوق السلسلتين، اول واحدة هعمل فوقيها عمود، وبعدين 2 سلسلة، وفوق السلسلة التانية هنعمل عمود. اوكي. طيب نخلص السطر الرابع، هنوصل لغاية هنا، وبعدين فوق السلسلتين زي ما اتفقنا. اوكي. طيب نخلص السطر الرابع ونرجع نقفل سوا ان شاء الله. كده خلصنا السطر الرابع، 1 2 3 4. نقفله سوا في تالت سلسلة من الأول 3 سلاسل. تمام. طيب كده الشكل بقى بالمنظر ده كده. مفروض بقى ان احنا هنا هنقسم، يعني هنشبك الجنبين دول ببعض عشان يتكون معانا الكم من هنا والكم من هنا. نشوف كده هنعمله ازاي. يبقى بعد 4 سطور هنبتدي نعمل الآتي. هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود، 1 2 3. وهنشتغل عواميد لغاية ما نوصل للفراغ الأول. نشتغل عواميد عادي فوق كل عمود. تمام. بالشكل ده. لغاية ما اوصل للفراغ الأول. كده انا وصلت للفراغ الأول، اشتغلت عواميد اهو، وصلت للفراغ ده. هبتدي اعمل عمود كده، ادخل في الفراغ ده واشبك بقى فيه الفراغ اللي قدامه ده، عشان خاطر اعمل اشبكهم ببعض. اوكي. واكمل عواميد عادي، اكمل العواميد عادي بتاعتي للناحية بتاعة الصدر بالشكل ده كده. كده انا اهو، شايفين كده انا عملت منطقة الكمام بالشكل ده. هكمل العواميد بتاعة الصدر لغاية ما اوصل للفراغ ده، هعمل فيه نفس اللي عملته هنا عشان اعمل الكم التاني. تمام. لما اوصل هنا ان شاء الله نرجع نعمله تاني. نشوف كده مع بعض. احنا عملنا لغاية هنا مع بعض، مشيت العواميد دي كلها كده بتاعة الصدر، وبعدين هلف لفة على الإبرة وهدخل في الفراغ ده، وفي الفراغ المقابل ليه الناحية التانية، واعمل عمود بالشكل ده كده. واكمل العواميد بتاعت نص الظهر ايه اللي فاضله، اللي هي دي كده اهو. تمام.
بالشكل ده كده، واقفل بمنزلقة زي ما اتفقنا مع بعض في تالت سلسلة من التلات سلاسل الاولى اللي انا بعتبرها اول عمود بالشكل ده كده. يبقى احنا كده خلاص كونا الصدر بتاع الفستان، عملنا مكان الكمين اهو، ادي الكم الاول وادي الكم التاني، وده كده هيبقى مكان صدر الفستان. شايفين؟ والتقسيمه اللي انا عاملاها دي الحقيقه عاملاها بالطريقه دي عشان خاطر تخلي الشكل كده ما يبقاش غويط قوي الفتحه، عشان اقدر اعمل الياقه زي ما انتوا شفتوها في الفستان اللي انا كنت عاملاه للعروسه الاولى. فهي التقسيمه دي بتدي كده مساحه، بتبقى مش غويطه قوي الحاده بتاعه الرقبه. اوكي، اتمنى يكون الجزء ده واضح، ونكمل ان شاء الله الفستان. كده احنا عملنا السطر الاول والتاني والتالت والرابع، وده كده الخامس. اوكي، اللي هعمله ان انا هعمل سطر كمان بنفس الطريقه بقى، همشي عواميد فوق العواميد دي كده. خلاص احنا فصلنا الكمام عن منطقه جسم الفستان، همشي عواميد فوق كل عمود وارجع ان شاء الله. وده يبقى السطر رقم كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى السطر رقم 6. اتفقنا؟ كده خلصنا السطر رقم 6، والشكل بقى بالطريقه دي يا جماعه اهو. هقفل بقى السطر رقم 6 زي ما انتم شايفين كده اهو، بقى هنا ده كده الصدر، وزي اتفقنا الكمام بقت واضحه مع بعضها. هنقفل بقى السطر رقم 6. اوكي، بس انا هغير اللون، فبالتالي هغيره في اما اجي اقفل هعمل كده، هدخل كده في الغرزه رقم 3، وبدل ما اسحب اللون السكري ده، لا هسحب بقى اللون ده، لاني هعمل السطر اللي جاي باللون ده. اوكي، طيب اسحبه بالشكل ده كده من هنا، ومن كمان من اللفه دي كده، وامسك الطرف الصغنن ده بايديا هنا، واعمل سلسله عشان اثبت بس الخيط، وبعدين هشد ده كده، وهسيب السكري مش هقطعه لان انا هكمل بيه تاني، فهسيبه دلوقتي، وهاخد الخيط ده كده معايا. اوكي، وهشتغل عواميد السطر كله، هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهشتغل عواميد فوق كل عمود اهو، واخده الخيط معايا اللي هو اللون الموف ده. بالشكل ده كده هشتغل عمود فوق كل عمود، واخده الخيط ده معايا عشان اثبته. اوكي، ومش هفصل الخيط السكري، خليه زي ما هو عشان هنكمل بيه شغل ان شاء الله. نكمل السطر ده كده كله باللون ده ونرجع ان شاء الله. كده خلصت السطر السابع، وهرجع تاني للون السكري، فبالتالي لما اجي اقفل هنا كده في الغرزه رقم 3، بدل بقى ما هسحب اللون الموف ارجع تاني للون السكري. عشان كده قلت لكم ما نقطعهوش، عشان هنبدل في استخدام اللونين واحنا في الجيبه. اوكي، هسحب كده اللون السكري اهو، يبقى انا كده مستعده اشتغل باللون السكري. اللي هعمله دلوقتي، احنا كده خلصنا تقريبا منطقه الصدر. كده خلاص منطقه الصدر خلصت بتاعه الفستان زي ما انتم شايفين كده. تمام. فاضل الجيبه بقى. الجيبه هنعملها ازاي؟ هنعمل الآتي، هي عبارة عن صدفات. هنشوف هنعمل ازاي. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس المكان هعمل عمود. اوكي، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان هعمل 2 عمود، 1 2. تمام، يبقى دي كده اول صدفة. اوكي، هسيب الغرزة اللي بعدها على طول اللي هي دي، واشتغل في الغرزة التانية على طول مباشرة. هعمل برضو 2 عمود، 1 2، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعدين 2 عمود فوق نفس العمود اللي انا بشتغل عليه. تمام اهو. طيب هسيب العمود اللي بعد العمود اللي انا اشتغلت فيه ده، وفي العمود اللي بعديه على طول هعمل نفس الحكاية اللي هي الصدفة، اللي هي مكونة من 2 عمود، 1 2، 2 سلسلة، و2 عمود في نفس المكان، 1 2. يبقى انا هشتغل السطر الاولاني من الجيبة بهذا الشكل. هنعمل في غرزة 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، هفوت غرزة من تحت، وهشتغل في اللي بعدها 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. هعمل السطر ده كله كده، وهعمل سطر كمان بنفس الشكل، بس نخلص السطر ده الاول ونرجع نطلع للسطر اللي بعديه ان شاء الله.
كده خلصنا السطر الاول في الجيبه. هنقفله سوا بقى عشان نشوف هنوصل للسطر التاني ازاي. هقفله في السلسله الثالثه من اول 3 سلاسل ارتفاع، اوكي، بغرزه منزلقه. تمام. انا عايزه ابقى في الفراغ ده، يعني عايزه اوصل للفراغ ده عشان ابتدي اشتغل جواه الصدفه بتاعه السطر التاني من الجيبه. فهعمل غرزه منزلقه فوق العمود رقم 2، اوكي اهو، وبعدين هعمل غرزه منزلقه جوه الفراغ كمان. كده انا بقيت جوه الفراغ الاول بتاع الصدفه الاولى. هشتغل ايه؟ هشتغل 3 سلسله وجنبها عمود، وبعدين 2 سلسله، وبعدين عمودين في نفس الفراغ، 1 2. وهروح على الفراغ اللي بعديها على طول بتاع الصدفه التانية، هشتغل 2 عمود، 1 2 2 سلسله، 2 عمود، 1 2، وهكذا السطر كله. هروح على الفراغ ده على طول 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود، وهكذا. السطر التاني من الجيبه هيبقى كله كده. نكمل السطر التاني ونرجع ان شاء الله. كده خلصنا السطر التاني من الجيبه. حابه بس نقفله مع بعض عشان انا دلوقتي عايزه اغير اللون واشتغل باللون الموف. فخلي بالكم بنغير اللون فين. الاول هقفل السطر التاني عادي بغرزه منزلقه في السلسله الثالثه من اول 3 سلاسل ارتفعت بيهم واعتبرتهم اول عمود اهم. معلش بس عشان الخيط مهير شويه فممكن اهو، غرزه منزلقه. تمام. طيب فوق العمود التاني ده او فوق العمود ده هعمل غرزه منزلقه عشان اوصل للفراغ، اوكي. وبعدين جوه الفراغ ده هعمل كمان غرزه منزلقه، بس بدل بقى ما هسحب اللون ده، لا هسحب اللون ايه، الموف اللي هو لسه. وعشان ما تتلخبطوش يا جماعه والخيط يتلعبك منكم، لما تيجوا تغيروا اللون كل اللي هتعملوه ان انتوا هتبدلوا مكان البكره. يعني بدل ما هي البيج هنا والموف هنا، هتخلوا الموف هنا والبيج هنا. بس هو ده اللي انتوا هتعملوه عشان الخيط ما يتلعبكش. شايفين كده الموف بقى اوكي قدامكم على طول اهو. تمام. فهسحب اللون الموف اللي انا عايزه اشتغل بيه واللي انا اصلا مثبتاه. يعني هو بصوا فين، مش هقطعه، اوكي، ولا هقطع حتى البيج ده لغايه ما اخلص الجيبه كلها. وزي ما قلت لكم كل ما تيجوا تغيروا اللون عشان بس الخيط ما يتلعبكش منكم، هتغيروا مكان البقره فهيتظبط معاكم، اوكي. انا هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهنشتغل عمود جوه الفراغ، و2 سلسله، 1 2، وكمان عمودين، 1 2. يعني نفس السطر التاني بس باللون الموف. واروح للفراغ بتاع الصدفة التانية على طول، هعمل 2 سلسلة، 1 2 و2 سوري اسفة، 2 عمود وبعدين 2 سلسلة وبعدين 2 عمود، 1 2، وهكذا السطر كله التالت من الجيبة. كل اللي عملته بس ان انا غيرت اللون عشان تديني شكل متناسب. وانت براحتك عايزة تغيري اللون، عايزاها كلها تبقى بلون واحد، دي حاجة ترجع لك. نكمل السطر التالت من الجيبة. خلصنا السطر التالت سوا من الجيبة. نقفل بغرزة منزلقة، وبعدين عايزين نغير اللون، عايزين نرجع تاني للون السكري. هنعمل ايه؟ يعني حابة نعملها تاني مع بعض. هنعمل غرزة منزلقة فوق العمود الاول ده او العمود التاني بتاع الصدفة، وبعدين جوه الفراغ المفروض هعمل ايه، منزلقة بنفس اللون ده، بس انا هغير اللون. فاللي هعمله هاخد البيج، وزي ما قلت لكم عشان ما تتلخبطوش هنبدل مكان البكرتين، اوكي. فلما هبدل مكان البكرتين الخيط ده هو اللي هيكون ايه قدامي كده بالشكل ده. هسحب بقى اللون البيج كده، هعمل غرزة منزلقة واسحب الخيط البيج بالشكل ده. هرتفع 3 سلسلة، وهشتغل بدل ما كنت بشتغل فوق جنب 3 سلسلة كأنها عمود جنبها عمود واحد، لا هعمل 2 عمود. بمعنى ان الصدفة بتاعتي هتبقى مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3. يعني الصدفة بتاعتي هبتدي بقى ايه اكبرها شوية، بدل ما هي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، لا هتبقى 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، اوكي. وده كده هيبقى الجزء التاني من الجيبة. بمعنى ان الجيبة كده هتبقى عبارة عن 3 اجزاء. تمام. احنا كده يعتبر عملنا الجزء الاول منها اللي هو ايه، اللي هو 3 سطور.
سطرين صدفة بلون السكري او البيج، وسطر صدفة باللون الموف. الصدفة هنا كانت عبارة عن 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود. الجزء الثالث من الجيبة هيبقى 3 سطور برضو، 2 بالسكري وواحد بالموف، بس الصدفة فيها هتبقى مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. اوكي. وبعدين الجزء الثالث من الجيبة هيبقى برضو 3 سطور، سطرين باللون البيج، سطرين باللون الموف، بس الصدفة هتبقى عبارة عن 4 عمود، 2 سلسلة، 4 عمود. تمام. يبقى احنا هنكمل الجيبة على الأساس ده. 3 سطور عملناهم، هنعمل 3 كمان و3 كمان. 3 صدفة بتاعتهم عبارة عن 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، والتلاتة الأخرانيين الصدفة بتاعتهم عبارة عن 4 عمود، 2 سلسلة، 4 عمود. وكده يبقى خلصت معانا الجيبة إن شاء الله. هكملها كلها ونرجع بقى نكمل الكمام ونعمل الياقة بتاعت الفستان بإذن الله. كده يا جماعة احنا خلصنا الجيبة. شايفين قد ايه بقت جميلة؟ وعايزة بس اقول لكم ان احنا لما بنقفل مظبوط من ورا ما بيبقاش باين مكان القفلات خالص. شايفين؟ ومن جوه زي ما قلت لكم مش بنقطع الخيط، فبيفضل ماشي معايا كده وبرضه ما بيبقاش باين وبيبقى شكله ظريف. بدل ما افضل كل سطر عايزه اغير اللون مثلا هنا فاقطع الخيط اللي بيج، لا مش هقطعه، هنفضل ماشيين بيه كده لغايه ما نوصل للاخر. تمام. كده الفستان زي ما انتم شايفين يعتبر انتهى. لو حابه تعمليه كده اوكي، يعني سيبيه كده وتعملي فستونه مثلا هنا على الكمام وهنا من فوق، اوكي مفيش مشكله، كانه صيفي يعني. عايزه بقى تكمليه الكمام والياقه، يبقى هنكمل مع بعض ان شاء الله. عشان نعمل الكمام هنيجي هنا كده في الكم الاولاني وهنشبك الخيط. انا هعمل باللون الموف. اوكي. هشبك الخيط كده اهو. تمام. وهعمل سلسله. تمام. وهاخد الخيط ده معايا كده، هرتفع 3 سلسله، 2 3 عشان انا كنت عامله سلسله في الاول. همشي فوق كل عمود عمود. اوكي. يعني فوق العمود ده اللي جنبيها على طول هشتغل عمود، العمود اللي بعديه انا واخده الخيط معايا الموف عشان اثبته. فوق كل عمود هشتغل عمود اهو بالشكل ده كده. همشي حوالين الكم كله، انا واخده الخيط ده معايا زي ما قلت لكم اهو، يمكن كده يكون اوضح. همشي فوق كل العواميد دي كده، فوق كل عمود عمود، وارجع اقفل هنا في السلسله رقم 3. اوكي. وبعدين ده السطر الاول. السطر التاني هعمل نفس الحكايه فوق كل عمود عمود، والسطر التالت كمان. يعني هعمل 3 سطور اعمده فوق بعضها. اوكي. هعمل ال3 سطور ونرجع نكمل ان شاء الله. عملنا كده الثلاث سطور. حابه تطولي اكتر من كده اوكي مفيش مشكله، يعني حاجه ترجع لك. قيسي على ايد العروسه، عايزه تطوليها اكتر اوكي. انا الحقيقه بكتفي بالثلاث سطور دول، بحبه يكون قصير شويه. وعايزه اقولك بس تخلي بالك هنا لما هنوصل للمكان ده هيبقى فيه مكان الفراغ اللي احنا كنا شبكنا فيه الصدر مع بعضه. هيبقى فيه هنا سلسله وسلسله. اوكي. اعملي هنا عمود وهنا عمود. اوكي عشان ما يبقاش المكان فاضي خالص هنا. تمام كده. يبقى هنعمل فوق السلسله اللي في الفراغ ده عمود، وفوق السلسله اللي في الفراغ ده عمود. تمام. طيب انا كده عملت الثلاث سطور. اللي هعمله بقى ان انا هعمل فستونه كده يعني تدي شكل شويه جمالي. هنشوف بتتعمل ازاي. هرتفع 2 سلسله، 1 2، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هعمل 2 نص عمود. اوكي. 1 2 في نفس المكان. تمام. وبعدين هسيب غرزة، وفي الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة. تمام. تاني هنرتفع 2 سلسلة، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هعمل 2 نص عمود. ادي 1 ادي 2. تمام. وبعدين هفوت غرزة، وفي الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة. شايفين يا جماعة اهو. تاني هنعمل 2 سلسلة، في نفس المكان هعمل 2 غرزة نص عمود. 1 2. بعدين هفوت غرزة، في الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة اهو بالشكل ده كده.
تمام. هكمل بقى كده الكم كله بالشكل ده، ونعمل كمان الكم التاني. اوكي، ونعمل الكم التاني زي ده بالظبط، 3 سطور عواميد. وما ننساش هنا في الفراغ ده زي ما قلت لكم اللي هو ده، شايفين هنا في سلسله وهنا في سلسله اهم، دي ودي. هنعمل فوق كل واحده فيهم عمود واحنا شغالين كده حوالين الكم. تمام. هنخلص الكم ده ونرجع ونخلص كمان الكم ده، ونرجع نشوف فاضل ايه ان شاء الله نكمله. كده خلصنا الكمين اهو زي ما قلت لكم. اوعوا تنسوا يا جماعه زي ما قلت لكم هنا اهو كده في المكان ده هيبقى فيه الفراغين، هيبقى فيه الفراغ اللي هو كان هنا وكان هنا، في سلسله هنا هعمل فيها عمود وفي سلسله هنا هعمل فيها عمود. شايفين اهو، ادي عمود وادي عمود عشان بس ما يبقاش المكان هنا واسع. اوكي كده خلصنا الفستان. فاضل عايزه تسيبيه كده برضو اوكي، ما فيش مشكله، دي حاجه ترجع لك. عايزه تكملي الياقه هتكملي معايا ان شاء الله. هنعمل ايه؟ انت عندك هنا كان في هنا 10 عواميد. اوكي، عايزين نحط علامة في المنتصف. هنقول 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، يبقى دي كده ده العمود رقم 5. اوكي، ودول يبقوا 1 2 3 4 5. اوكي، هاجي هنا عند العمود ده كده واشبك الخيط بتاعي. تمام. انا برضه هشتغل باللون الموف. خلاص انا ممكن اشيل ده طالما عرفنا فين اول الخمسة التانيين. همسك الخيط ده كده بايدي. اوكي، هرتفع 2 سلسلة لاني هشتغل غرز نص عمود، 1 2، وهشتغل في نفس الغرزة غرزة نص عمود كمان. تمام. طيب، وبعدين فوق كل غرزة بعد كده هشتغل غرزة نص عمود. بالشكل ده كده فوق كل غرزة، فوق كل غرزة من كل الغرز دي اللي هي حوالين الصدر هشتغل غرزة نص عمود. اوكي، نخلص ونرجع لغاية الغرزة دي ونكمل ان شاء الله. تمام كده خلصت الصدر كله بغرزة نص عمود. فاضل لي اخر غرزة اهي. تمام، هشتغل فيها 2 نص عمود. اخر غرزة دي هشتغل فيها 2 نص عمود. تمام، وبعدين هلف الشغل بتاعي كده وهرتفع 2 سلسلة وهشتغل مكان ما ارتفعت غرزة نص عمود. تمام، وهشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود، يعني هكرر السطر كله تاني غرز نص عمود بالشكل ده كده. يبقى انا هلف تاني كده اهو، هلف تاني حوالين الصدر كله او الرقبة او دوران الصدر، هلف كله حواليه غرزة نص عمود. اوكي، خلصنا السطر التاني. هلف الشغل بتاعي السطر التالت نفس السطر التاني، هرتفع 2 سلسلة ومكان الارتفاع هعمل غرزة نص عمود كمان. تمام، وهشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود السطر كله زي السطر التاني بالظبط. وفي اول غرزة دايما بنعمل 2 نص عمود. اوكي، 2 سلسلة ارتفاع وواحدة نص عمود، وفي اخر غرزة هنعمل 2 نص عمود. اوكي، نخلص السطر التالت ونرجع. كده انا خلصت السطر التالت. هلف الشغل بتاعي وهرتفع 2 سلسلة وهعمل فستونة زي اللي عملتها بالظبط على الكمام هنا. نقولها تاني مع بعض. ارتفعنا 2 سلسلة وفي نفس المكان هعمل 2 نص عمود. ادي 1 2، وبعدين هسيب غرزة وفي الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة تاني. هنرتفع 2 سلسلة 1 2، وفي نفس المكان هعمل 2 غرزة نص عمود. ادي 1 2، وبعدين هسيب غرزة وفي الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة منزلقة. تمام، نكمل السطر كله كده ويبقى ان شاء الله يبقى الياقة كده خلصت. كده خلصت السطر بتاع الفستونة اللي قلنا عليه. انا هقطع الخيط خلاص لان انا خلصت كده، واعمل سلسلة واشد الخيط بتاعي. تمام، نشوف بقى كده المنظر الشكل هيكون عامل ازاي. هنتني كده الياقة لتحت كده ونحاول نعدل كده الفستان
اهو شايفين. طبعا هننضف الخيط ده بإبرة التنظيف، وده هيبقى شكل الفستان بعد ما خلص. شايفين قد ايه جميل اهو من ورا كده. انت بقى لو هتفتحي الفستان من ورا، يعني لو هتفتحيه من ورا هتخلي برضه هنا الكولا كده مفتوحة. تمام. ايه رأيكم؟ ان شاء الله يكون عجبكم، يكون ظريف. ننضف كمان الفتلة دي كده عشان يبقى شكلها باين. هنا من ورا الشغل كده نبتدي ندخلها كده. تمام. نقص الزيادة اهو. اوكي، هنعمل بقى ان شاء الله وردة هنا صغننة نحطها في الجنب، وكده يبقى الفستان خلص. وزي ما قلت لك عايزه المقاسات مختلفه عندك، عايزه تطولي شويه اوكي هتطولي شويه بنفس التسلسل اللي عملناه. وزي ما قلت لك التقسيمه اللي انا بعملها للصدر كده، ده اللي بيخليها تبقى واخده شكل يعني سبرينه كده شويه، مش غويطه الحاده، فيعني بتدي شكل ظريف شويه. اوكي، كده يبقى خلص الفستان بتاع العروسه. هيبقى فاضل لنا ايه؟ هيبقى فاضل لنا نعمل اللكلوك والشراب الصغنن ده. والفيونكه دي الحقيقه انا عاملاها عشان اربطها لها في شعرها، يعني عاملاها كده وعملت فيها سلاسل عشان بس نعملها لها كده فيونكه في الشعر. ودي الفيونكه الصغننه اللي هنحطها على اللكلوك، سواء من قدام كده او من الجنب كده حسب ما تحبي. تمام. طيب يبقى احنا ان شاء الله نكمل مع بعض واللكلوك وبقيه الطقم بتاع العروسه بتاعتنا. نعمل بقى يا جماعه مع بعض اللكلوك. هنعمل عقده بدايه كده. تمام. وهنشتغل 7 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7. اوكي. وبعدين هنرتفع 3 سلسلة. 1 2 3. وفي السلسلة السابعة دي هنشتغل 2 عمود. 1 2. وبعدين هنشتغل 5 عواميد جنب بعض. تمام. 1 2 3 4 5. وفي اخر غرزة هعمل 5 عواميد مع بعض في نفس الغرزة. هنا اخر غرزة هشتغل 5 عمود. 1 2 3 4 5. وبعدين هشتغل 5 عواميد مقابلة ل5 عواميد الأولانيين، وهاخد الخيط معايا كده، خيط البداية، عشان يتثبت تحت الشغل. 1 2 3 4 5. وبعدين في أول سلسلة اشتغلت فيها هعمل 2 عمود. في أول غرزة أنا اشتغلت فيها هعمل 2 عمود. 1 2. وهقفل بغرزة منزلقة، في السلسلة رقم 3. يبقى كده السطر الأول خلص. اوكي، هقص الخيط ده خلاص بقى اتثبت تحت الشغل. طيب ده كده السطر الأول. السطر التاني هرتفع 3 سلسلة. 1 2 3. ومكان ما ارتفعت 3 سلسلة هعمل كمان عمود. وبعدين الغرزتين الجايين دول هعمل تزايد. تزايد يعني هعمل 2 عمود. 1 2. كمان الغرزة اللي جاية هعمل فيها تزايد. 1 2. وفوق ال5 عمود هشتغل 5 عمود. 1 2 3
4 5. الخمس غرز الجايين دول اللي احنا اشتغلناهم في اخر غرزة هنا، الخمسة دول كده هنعمل في كل واحدة فيهم تزايد، يعني 2 عمود. ادي اول غرزة عملت فيها 2 عمود، تاني غرزة هعمل فيها 2 عمود، تالت غرزة، وبعدين رابع غرزة، واخر غرزة الخامسة هعمل فيها 2 عمود. بعد كده هشتغل 5 عمود جنب بعض، 1 2 3 4 5. وفي اخر غرزتين هعمل تزايد، يعني 2 عمود، 1 2. في اخر غرزة هعمل تزايد 1، وهقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 3 من تالت سلسلة ارتفعت بيها. ادي كده شكل السطر التاني. اوكي كده خلاص خلصت القاعدة، هي سطرين 2. هعمل الجوانب، هعملها ازاي؟ هعملها كلها عواميد خلفية، فوق كل عمود هعمل عمود خلفي. هيتعمل ازاي؟ انا بس عشان ابدأه بدخل كده من ورا اللي هو العمود الاول اللي هو 3 سلاسل ارتفاع، واسحب كده الخيط واعمل كده، وبعدين ارتفع 3 سلسلة عشان بس العمود الخلفي يبقى شكله ظريف. وبعدين فوق كل عمود هعمل عمود خلفي. العمود الخلفي باجي كده من ورا العمود اهو، وبسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي. تمام. تاني هاجي من ورا العمود كده واسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي عادي. تاني اهو ادخل الابره كده واسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي. هشتغل بقى السطر كله عواميد خلفيه ونرجع ان شاء الله. هنقفل السطر دوت اللي هو التالت، هنعمل غرزه منزلقه في تالت سلسله. اوكي شايفين الشكل بقى عامل ازاي اهو، بقى فيه جوانب، يعني دي قاعده كده ودي الجوانب. اللي هعمله دلوقتي ان انا هشتغل السطر الجاي ده اللي هو رابع، عمود امامي عمود خلفي، يعني عمود امامي عمود خلفي. فهبدا بالعمود الامامي، بس شوفوا انا هعمل ازاي. مش هرتفع بقى 3 سلسله. العمود الامامي عشان ابداه عشان هرتفع 3 سلسله الاول، هاجي كده من ورا ال3 سلسله اللي في السطر الاول، وبعدين اسحب الخيط كده واطلعه من السلسله دي كده، وبعدين بقى ابتدي اعمل ال3 سلسله. ليه بقى؟ عشان شكل العمود الامامي هيبقى شكله سوري، شكل ال3 سلسله هيبقى شكل العمود الامامي بالظبط. هوريكم ازاي بعد ما نخلص شغل. كده انا عملت عمود امامي، اللي بعديه هيبقى عمود خلفي. اوكي هدخل كده واسحب الخيط واعمل عمود خلفي، وبعدين بعد كده عمود امامي بالشكل ده، بعدين عمود خلفي، ادخل الابره كده واسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي، وبعدين عمود امامي بالشكل ده. هشتغل السطر كله عمود امامي عمود خلفي ونرجع باذن الله. كده قفلنا السطر رقم 4. ده اللي انا قصدي عليه يا جماعه، ان مكان القفله بيبقى برضه شكل العمود الامامي، فعشان كده بعملها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. اللي هعمله دلوقتي قبل ما اكمل السطر الخامس، عايزه بس احط علامه عند العمود اللي في المنتصف اهو، تقريبا هو ده كده. لما هنطلع هنا كده، لما هنطلع هنا كده كده. اوكي بس انا مش هحط، لازم يكون على عمود خلفي، يعني هنا اهو كده اهو، العمود الخلفي ده كده. هقفل العلامه بتاعتي اهو، ده كده المنتصف. تمام. نحط العلامة على يكون المنتصف عمود خلفي. اوكي طيب نبدأ السطر الخامس اهو. بصوا بعملها ازاي. باجي كده من ورا ال3 سلاسل الارتفاع دول اللي بعتبرهم طبعا عمود امامي، واسحب الخيط كده ومن هنا كمان، وبعدين بقى ارتفع ال3 سلسلة 1 2 3. اوكي كده اعتبرته عمود امامي، يبقى اللي بعديها يبقى عمود خلفي. تمام. اهو بعدين عمود امامي وهكذا. هشتغل عمود امامي عمود خلفي لغايه ما اوصل
للعمود الامامي اللي قبل العلامه دي على طول. ماشي. كده انا وصلت للعمود الامامي اللي قبل العلامه على طول. هشتغل الاتي، هعمل تناقص، يعني هبتدي كده اعمل عمود امامي بس هقفل قفله واحده بس كده، واسيب لفتين على الابره، واتجاهل العمود الخلفي ده خالص اللي عليه العلامه. اوكي، هشيل بقى العلامه بس عشان اعرف اشتغل. تمام. وبعدين هلف لفه واروح على طول على العمود الامامي اللي بعد العمود الخلفي اللي انا كنت حاطه عليه العلامه، واقفل برضه قفله واحده، بعدين اقفل الثلاث لفات دول كده مره واحده. اوكي، وبعدين اكمل شغل عادي، عمود خلفي، عمود امامي، واكمل بقيه السطر عادي خالص، عمود خلفي، عمود امامي. تمام. هكمل السطر ده ونرجع ان شاء الله نكمل. السطر السادس نفس الحكايه، هعمل كده، هسحب الخيط وهرتفع 3 سلسله، 1 2 3، واشتغل عادي برضو عمود امامي، عمود خلفي، هشتغل عادي عمود امامي، عمود خلفي، لغايه ما اوصل للعمود الامامي اللي قبل التناقص اللي احنا عاملينه. احنا عاملين التناقص هنا اهو. اول ما اوصل عند العمود الامامي ده نرجع نشوف هنعمل ايه في الجزء ده. خلي بالكم معايا، التناقص هنا اهو، شايفين؟ اوكي، وده العمود الامامي اللي قبل التناقص على طول. هعمل ايه؟ هلف لفه وابدا اعمل العمود الامامي، بس هقفل قفله واحده بس واسيب لفتين على الابره. اوكي، وهتجاهل العمود الخلفي ده، وهدخل كده من تحت الاتنين دول اللي هو احنا عملناهم مجتمعين يعني، وهسحب الخيط واقفل قفله واحده برضو، بعدين هلف لفه واتجاهل العمود الخلفي ده وادخل تحت العمود الامامي واقفل برضو قفله واحده. اوكي، يبقى عندي 4 لفات على الابره، هقفلهم كلهم مره واحده، يبقى انا كده عملت تناقص في عمودين اماميين. اوكي، وبعدين هشتغل عادي، هكمل شغلي عادي، عمود خلفي، عمود امامي، هكمل شغلي عادي السطر كله، ونرجع نشوف شكل اللكلوك هيبقى عامل ازاي. الشكل بقى كده اهو، التناقص الاولاني اللي عملناه اهو، وده التناقص الثاني. تمام. السطر السابع هعمل نفس السطر السادس، هشتغل عمود امامي، عمود خلفي، لغايه ما اوصل قبل التناقص ده العمود الامامي اللي قبل التناقص. هعمل عمود امامي واقفل منه قفله واحده، وبعدين هخش هنا كده واعمل عمود برضه واقفل منه قفله واحده، وهتجاهل برضه العمود الخلفي اللي هنا ده، وهدخل في العمود الامامي ده برضه واقفل قفله واحده، وبعدين اقفل اللفات اللي على الابره كلهم، فهيعمل لي تناقص برضه في العمود الامامي ده والعمود الامامي ده. اوكي، هنعمل السطر السابع ونرجع بقى نكمل ان شاء الله بقيه شغلنا. كده خلص اللكلوك، شكله بسيط او سهل. يبقى كده عملنا اللكلوك. وبالنسبه للجزء ده اللي هو الشراب ده، انت هتعملي سلسله على قد دوران رجل العروسه، يعني هتقيسي هنا كده دوران الرجل من هنا كده. اوكي، وهتعملي سلسله وهتطلعي ب3 سطور عواميد، والسطر الرابع هتعملي سطر فستونة كده زي ما عملناها على كم الفستان هنا والياقة. اوكي، يبقى ده الجزء التاني خلاص. بالنسبة للفيونكة والوردة انا كنت شرحاهم قبل كده، وان شاء الله هنزل لكم اللينك تحت الفيديو ده على طول باذن الله. فهم سهلين جدا، هتقدري ان شاء الله تعمليهم بسهولة برضو لما هتشوفي الشرح بتاعهم. فانا عملتهم برضو اهم. يبقى كده ما فضلناش حاجة غير ان احنا نركب الفيونكات على اللكلوك، ونركب بقى نلبس الفستان للعروسة، ونلبس لها الشوز بتاعها، ونعمل لها الفيونكات بتاعتها، ونرجع نشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. كده احنا لبسناها الفستان. وعلى فكرة انا الفستان بلبسه لها من هنا كده، يعني مش من راسها، الاساس الجزء ده بيبقى مش واسع قوي، فمن هنا هيبقى اسهل ان انا البسه لها. طبعا انت عايزه تعمليه مفتوح من ورا مفيش مشكله، بس انا حبيته يكون مقفول، يعني مش دايما هقلعه لها، ولو هنغسل العروسه هنغسله بالفستان. اوكي، ولبسناها الفيونكات في شعرها، هي قد ايه جميله. واللكلوك رغم ان هو بسيط جدا لكن برضه بيدي شكل جميل قوي في الرجلين، وحطينا الفيونكه الورده عليه، واللي هو الشراب الصغنن ده اللي احنا عملناه. اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم العروسه. طبعا احنا عملناها في فيديو قبل كده، والفستان يكون بسيط وشرحي دي يكون واضح، ويكون عجبكم ان شاء الله. وتقدروا تعملوا سبسكرايب للقناه. والحقيقه انا برحب باي تعليق او اقتراح. يعني الحقيقه ببقى مبسوطه جدا بتعليقاتكم واقتراحاتكم ليا. شكرا، واتمنى من ربنا ان يكون الفيديو ده عجبكم،
ونتقابل إن شاء الله على خير في فيديوهات جديدة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى الفحام كانت معاكم.